اتحاد الكورة يحسم مشاركة كهربا مع الأهلي ضد بيراميدز غدا مشاركة قانونية 100%. أكد اتحاد الكورة على أن مهلة سداد كهربا لغرامة الزمالك تنتهي يوم 12 إبريل، ومن ثم يحق للاعب المشاركة ضد بيراميدز يوم 10 إبريل. بمجرد سداد كهربا قيمة الغرامة يحق له المشاركة من بعد يوم 12 إبريل. أما في حال عدم السداد فمسألة إيقافه لمدة 6 شهور هتكون نهائية. يعني كده دلوقتي مصير محمود كهربا أصبح في يد إدارة النادي الأهلي، يا إما يدفعوا الغرامة بكرة أو بعده بالكتير، أو إدارة النادي الأهلي تسيب كهربا يتوقف 6 شهور بشكل نهائي، وبالتالي يضيع مستقبل اللاعب ويتم حرمان النادي الأهلي من مهاجم، فضلا عن فشل الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي. يبقى كده الإدارة عملت إيه؟ لا جابت المهاجم اللي طلبه كولر في يناير، ولا كمان دفعت غرامة كهربا. يعني كده الإدارة بتقول لجماهير النادي الأهلي أنا مش عاوزة أي مهاجم يلعب بيعرف يجيب أجوان.